واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، لمزيتها وشرفها، وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ويدخل في ذكر الله فيها ذكره عند رمي الجمار وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض. بل قال بعض العلماء إنه يستحب فيها التكبير المطلق كالعشر، وليس ببعيد. فمن تعجل في يومين، أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم الثاني، فلا إثم عليه. ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغد، فلا إثم عليه. وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين. ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل، لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم، والمتأخر فقط قيده بقوله: لمن اتقى، أي اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج. فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقاه في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم بأعمالكم. فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره، وخصوصا في الأوقات الفاضلة التي هو خير ومصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه، فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه السامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع. ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه، بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله. فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل، كحال المؤمن غير المنافق. فلهذا قال: وهو ألد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب، وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم، والانقياد للحق وظيفتهم، والسماحة سجيتهم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك، سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض، ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي، والله لا يحب الفساد. وإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور، حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف، وأخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين، ولبئس المهاد أي المستقر والمسكن، عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب، جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم.
فعياذا بالله من أحوالهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عن ما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله، إنه لكم عدو مبين. والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل، قال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي على علم ويقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز القاهر الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر، وكل يجازى بعمله، فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة
ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها أو أثبت الأسماء دون الصفات، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض، ففرق بين ما أثبته وما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول.